ده هو برج الأنياب، مكان مخصص لتعليم الشعوذة والسحر. بنشوف بطلنا كارل بيجري المكان ما وكأن في مصيبة، بيوصل وبيفتح الباب وبيشوف صديقته عمره إزلي قاعدة على الأرض وبتقول له ما تبصش، ولكن أول لما شافها كارل اتسمر مكانه. للأسف ما كانش في ايده حاجة يعملها، وبتبدأ الأعراض تزيد عليها وهي بتحاول تقاوم لدرجة إن هي بتجرح نفسها. لما بيسألها إيه اللي حصل بتقول له السيف، وبنرجع وبنشوفها هي بتحاول تعمل تعويذة والمعلم بتاعها بيحاول يوقفها. بتبدأ رموز سحرية تخرج من السيف واتربطت معاها، ولكن كان في حاجة غلط بتحصل والسيف بيبدأ يشع بنور جامد. وساعتها بنرجع للحاضر مرة تانية وهي بتقول لكارل ان التجربة فشلت وخلاص ما عادش قادرة تقاوم. بتصرخ من الألم وبدأ شكلها يتغير وسط ذهول كارل واتحولت لتنين بالكامل. بتطير وتخترق المبنى وكل طلاب برج السحر مذهولين، وكارل بيجري عليها علشان يلحقها، ولكن للأسف كان فات الأوان. كل الطلاب والسحرة استعدوا للتخلص منها لأنها بقت بتشكل خطر عليهم، وبيبدأ كل واحد فيهم يفعل التعويذة بتاعته، وكل السحرة أطلقوا هجماتهم عليها. ولكن بيظهر كارل وبيفعل قوته، وهجوم واحد بس ناحية كل الهجمات دي بيحصل انفجار مهول، وبالفعل بينجح انه يتصدى ليهم. ولكن للاسف إزلي هربت من المكان وسابت وراها 1000 سؤال وسؤال. وبعد مرور 5 سنين وتحديدا في مدينة اسمها توتوكا بنشوف قزمين بيجروا وفي شاب بيجري وراهم. فلما بيتعب الشاب ده من الجري بيستخدم قوته السحرية وبيوقعهم على الأرض، وبنعرف إن هم واخدين فلوس منه من 3 شهور ونصبين عليه. وقت ما هم بيتعاركوا مع بعض بتظهر بنت شرطية تابعة لحماية المملكة وعايزة تقبض على القزمين دول لأنهم أصلا بيكونوا الحرامية المتجولين في المدينة. فبيطلعوا يجروا فعلى طول بترمي عليهم أسهم مخدرة، بس للأسف مش بتيجي فيهم، لا دي بتيجي في واحد غلبان ماشي في الشارع ملوش دعوة بأي حاجة. فبتجري الشرطية والشاب ده مع بعض علشان يعالجوا الغلبان اللي على الارض ده، فبيستغل الاقزام الفرصه وبيهربوا. ساعتها بيستعمل الشاب ده قوته السحريه وبيصحى الراجل، وعارفين الشاب ده طلع مين؟ ده بطلنا اوروفين. بعد ما الحوار ده بيخلص بنشوف اوروفين وهو داخل الحانه اللي عايش فيها، وبنعرف بعد كده انه صاحب الحانه دي بيكون ابو صاحبه ماجيك. فماجيك في الوقت ده بيساله على القلاده اللي لابسها وبيقول له ده معناها ان انت اتدربت في اكاديميه برج الانياب صح؟ فاوروفين بيقول له بالظبط. فعلى طول ماجيك بيقول له جميل، يعني انت كده اتدربت على ايد افضل السحره في السحر الاسود، فعشان كده انا عايزك تعلمني السحر. فاوروفين بيقول له انا ما عنديش مشكله، بس انت هتدفع لي اجره شهريه ومالكش دعوه باي حاجه. وقت ما هما بيتكلموا بيظهر القزمين من جديد، بس المره دي عاوزين يعملوا صفقه مع اوروفين علشان يرجعوا له الفلوس بتاعته. في الوقت ده بنشوف إزلي اللي اتحولت لتنين، وبنشوف مجموعه من السحره بيهجموا عليها من جديد، فبتطير بعيد عنهم وبتتجه لمدينه توتوكا. بنرجع لاوروفين والاقزام اللي معاه واللي بيكونوا في قصر احد النبلاء لعائله اوفروليستن، واللي بيكونوا رايحين هناك علشان يعملوا صفقه معاهم. وبعد ما بيتكلموا بتقوم الست واختها علشان يفكروا في الصفقه على انفراد، وعلى طول بيبدا الجدال ما بين اوروفين والاقزام وبيبداوا يتكلموا عن خطتهم الحقيقيه. بعد شويه بتظهر بنت الست دي واللي اسمها كلو، بتقول لهم انا سمعت كل حاجه انتوا قلتوها وحتى امي بلغت الشرطه عنكم. فعلى طول بيحاور اوروفين وبيقول لها احنا تبع جمعيه الصحراء القاريه، واحنا جايين هنا علشان نختبر السكان في مدى قدراتهم وتعاملهم ضد المحتلين. ولكن كلو مش عبيطه وبتقول لهم انا عارفه انكم كدابين بس يلا مش مشكله، وبتنبهر لما بتشوف قوه اوروفين السحريه. وعلى طول بتقول له ان كان في ساحر بيجي هنا القصر قبلك من مده طويله علشان يقابل ابويا. بتبدا توصف الشخص ده ليه، ومن الوصف بيتصدم اوروفين لانه بيطلع المعلم السابق بتاعه. وقبل ما الساحر ده يجي في حد جالنا من 5 سنين تقريبا علشان يسلم حاجه مهمه لابويا، واللي كانت عباره عن سيف سحري محطوط في صندوق. فبيقول لها اوروفين معقول، وفي نفس اللحظه بيسمعوا صوت حاجه بتخبط جامد بصوت عالي، فبيطلعوا يجروا بسرعه على مكان الصوت، وهناك بتكون المفاجاه. بيطلع ان سبب الصوت ده هو ازلي صاحبه اوروفين القديمه، واللي اول لما بيشوفها اوروفين بيجري عليها وبيقول لها ازلي انت فاكراني؟ انا طول المده اللي فاتت دي وانا بدور عليكي، بس ولا كانها تعرفه، وبتبدا تستخدم قوتها السحريه على الصندوق اللي في السيف، وبتاخد السيف بعد كده وبتطير. لما بيجي السحرة يستعملوا قوتهم السحريه علشان يوقفوها بيهاجموا اوروفين وقتها وبيوقعهم على الارض. بيجي بقى السحرة وبيوجهوا ضرباتهم على ازلي، ولكن بنشوف اوروفين وهو بيستخدم قوته السحريه وبيحميها من الهجوم. فعلى طول اوروفين بيقول لهم ما تضربوهاش دي بتكون ازلي، وفي اللحظه دي بتستخدم قوتها وبترمي تعويذه على اوروفين، بس بينجح في النهايه انه يتصدى لضربتها وبتطير ازلي بعد كده لبعيد. بنرجع فلاش باك للماضي قبل 5 سنين وتحديدا في اكاديميه برج الانياب، واللي كانت بتضم اقوى السحرة من حيث القوه وافضل فصيل للسحرة دول كانوا المدرب تشايلد مان. بنشوفه هو واقف في النص وبيأمر الطلاب ان هم يوجهوا تعويذاتهم السحريه عليه، وفعلا بيبدا الطلاب واحد ورا التاني ومش بيقدروا يعملوا اي ضغط على المعلم بتاعهم اللي بيتصدى لقواهم السحريه بكل سهوله، لحد ما بيجي دور بنت اسمها ازلي واللي بتستخدم تعويذه قويه جدا وده مختلف عن التدريب بتاعهم. على طول بيتصدى اوروفين لتعويذتها مع المعلم وبيقول لها اوروفين لازم تهدي شويه يا حاجه انت، ده مجرد تمرين مش اكتر. بيقول لها المعلم انت لازم تقدمي نص اعتذار على اللي عملتيه ده. وبعد ما بيرجعوا لاوضتهم بتبدا صاحبتها لتشيا تعاتبها وتقول لها لو عملتي مشكله تاني فصل
المعلم هيختفي، ده حتى طلاب الفصول التانية بقى بيكرهونا بسبب اعمالك دي، فهدي شويه بقى على نفسك وحاولي تاخدي المواضيع ببساطه. بعد شويه بيظهر واحد صاحبهم بيكون مخترع روبوت صغير علشان يستعمله في الحروب. لسه الواد قاعد يمدح في الروبوت بتاعه فرحان فيه، وعينك ما تشوف الا النور بينزل عليه اوروفين بحديده كانت في ايده بيفرتكه وبيقول له اوروفين انت ما انتش فالح غير في التجارب الفاشله. بنرجع للحظر من جديد وبيكون اوروفين والقزمين محبوسين في اسم الشرطه. بنشوف الاقزام بيقولوا له يلا استخدم قوتك السحريه وطلعنا من هنا، مش كل ده بسببك، وخصوصا لما الكل شافك وانت بتتكلم مع التنين الوحش ده. بيقول لهم اوروفين ما تقولوش عليها وحش، هي اصلا كانت بشريه. وبيبدا اوروفين يتكلم ويقول لهم انا وايزلي انضمينا مع بعض لبرج الانياب من الميتة مباشره، ولو كنا لقينا اسر تهتم بينا ما كناش رحنا للمكان ده. وبعد ما اتحولت ايزلي لتنين اختفت فجاه، وعشان كده بدور عليها واخيرا لقيتها بعد المده دي كلها. ولو فضلت مش عارف نوع السحر اللي استعملته مش هقدر اعمل لها حاجه. وفي اللحظه دي بيظهر صاحبه هارتيا وبيقول له ان المعلم تشايلد مان مستنيك، وبياخده وبيمشوا لحد ما بيوصلوا للمعلم. وهناك بيفتكر اوروفين لما اكاديميه برج الانياب اختلق الجنازه من وحي الخيال لايزلي علشان الكل يفتكر ان هي ماتت، بس في الحقيقه كانت عكس كده خالص وهي لسه عايشه اصلا. فالاكاديميه خافت ان سمعتها تبوظ، وخصوصا لما حد يعرف ان في طالبه عملت تجربه وفشلت والنتيجه لكده اتحولت لتنين وهربت، وده هيبقى وصمه عار هتدمر البرج للابد. وبيتضايق اورفين وبيقول له انا عايز افهم دي هتبقى وصمه عار ازاي؟ انتوا عارفين ان هي كانت من افضل السحر اللي ظهرت من اول ما البرج اتاسس، ومش بس كده لا دي كمان كانت خبيره في السحر الاسود واتقنت السحر الابيض كمان. فبيقول له عندك حق هي كانت رائعه فعلا. فبيرد اورفين وبيقول له هي ايه اللي كانت؟ ما هي لسه عايشه يا عم، انتوا اصلا دافنين التابوت فاضي، فانا هساعدكم وهنام فيه وتقدروا تدفنوني. ومن الوقت ده واورفين بيدور على ايزلي. بنرجع للحاضر من جديد وبنشوف اورفين وهو بيسال المعلم بتاعه بيقول له انا عارف ان ايزلي كانت هتعمل تجربه معاك، ايه هي التجربه دي؟ فالمعلم بيقول له الهدف من التجربه كان تنشيط السيف باندريس، بس للاسف التجربه فشلت واتفرغ السيف على طول بالغلط، وده كان سبب في كل اللي حصل واللي خلى ليزلي تنسى نفسها وذكرياتها مع كل اللي حواليها. فاكرين بقى لما كلو قالت ان في حد كان بيجي لابوها وبيقعد معاه وكان معاه صندوق في سيف سحري؟ هو السيف ده بقى، وكان المعلم شايله عند بكلوع علشان يبعدوا عن اي حد لحد ما ايزلي اخدته وطارت. وتقريبا كده ايزلي اخدت السيف ده لانها معتقده ان السيف ده ممكن يساعدها في انها ترجع لطبيعتها كبشريه مره تانية. بيكمل المعلم كلامه بيقول دلوقتي احنا في مشكله، وبما ان ايزلي بتتقن السحر الاسود والابيض ده هيكون خطر جدا علينا، علشان كده هنحتاج سحرة ماهرين في استخدام السحر الاسود علشان يقدروا يواجهوها. وطبعا المعلم كان يقصد بالكلام ده اورفين. بيكمل المعلم كلامه وبيقول احنا هنشكل الليله فرقه علشان نحاول نسيطر على ايزلي. انا كنت حاطط جهاز تعقب في السيف قبل ما اديه لعيله ايفرستن علشان اعرف اتعقبه في اي وقت. وفعلا بيرجع اورفين للحانه وبيجهز حاجاته علشان يمشي، وبعد كده بيروح لقصر عائله ايفرستن علشان يصلح الدمار اللي عملته ايزلي. وبالفعل بيستخدم قوته السحريه وبيرجع كل حاجه زي ما كانت. وبعد ما بيخلص بتديله كلو خاتم فضه هديه كان في ساحر مديه لابوها قبل كده، واول لما بيشوفه اورفين بيعرف ان الخاتم السحري ده ممكن يحمي صاحبه من اي مشكله، بس بيستخدم لمره واحده. بيقول اورفين لكلو ان الخاتم ده كان بتاع ايزلي، ولما بيجي يمشي بتساله كلو راح فين، فبيقول لها رايح الحق ايزلي قبل ما حد يقتلها. وبالفعل بعد كده بيرجع اورفين لبرج الانياب، ومن هناك بيمشي مع المعلم وفريقه في طريقهم لليزلي، وبيكون معاهم سحر بيتقن مهاره السحر الابيض. بيقعد اورفين يفكر هيواجه السحرة دول كلهم ازاي، وخاصه المعلم بتاعه لانه عايز يحمي ايزلي على عكس نيه السحرة اللي عاوزين يقتلوها. وعشان كده بيسيبهم اورفين وبيشق طريقه هو علشان يوصل لها قبلهم، وبيفضل ينادي اورفين لما بيوصل لحد ما بتظهر له. بس وعلى عكس المتوقع بتهجم عليه. هو انت فاكرني هقول لك انها تسمعه؟ وبدات تستخدم قوتها السحريه في الهجوم على اورفين. فبيحاول اورفين يحمي نفسه بس مش بيقدر لانها بتكون جامده برضه. بس في اللحظه دي بيظهر المعلم والسحرة اللي معاه وبيهجموا على ايزلي. وقتها بيبدا مستخدم السحر الابيض يعمل شويه تعويذات وبيهجم عليها برضه، بس بتظهر المفاجاه وبتستعمل ايزلي قوتها السحريه وبتحرقهم في لمح البصر. بيكمل السحرة هجوم على ايزلي، وفي الوقت ده بيشوف اورفين السيف اللي كان مع ايزلي واقع على الارض، فبيطلع يجري عليه وبياخده، بس غرضه مش انه يهاجم بيه. اورفين كان عايز يتخلص من السيف علشان المعلم ما يعرفش يوصل لمكانها مره تانية. فعلى طول المعلم بيبعت هاريتيا ورا اورفين، واول لما بيوصل لاورفين بيقول له الوحش اللي انت بتحاول تنقذه ده لسه قاتل صاحبنا كروموكون دلوقتي. ولما بيحاول هاريتيا ان ياخد السيف من اورفين بيرفض، وبتبدا ما بينهم حرب سحريه. ولكن فجاه القتال بينهم بيقف، ومره واحده كده بتظهر كلو الاقزام بيجروا من دب كان بيطاردهم، فبيستعمل اورفين قوته السحريه وبيقتله. وبيبص اورفين لهاريتيا وبيقول له اللي انت بتقوله مش غلط، بس انا هعمل الصح وهحافظ على حياه الباقيين. لما بيرجع اورفين لمكان ايزلي والسحرة بيلاقي الكل مرمى على الارض ومش فاضل غير المعلم تشايلد مان هو اللي صامت بس لحد دلوقتي. ولما بتيجي ايزلي توجه الضربه القاضيه للمعلم
بيظهر اورفن وبيساعد المعلم في اخر لحظه. المعلم ساعتها بيستخدم السحر بتاعه علشان يضرب ايزلي، ولكن اورفن ساعتها بيستخدم قوته وبيصد الضربه بتاعه المعلم. هو انت مع مين فيهم؟ فبيتضايق المعلم وبيقول لاورفن انت شاب عظيم وهتكون الخليفه من بعد يا اورفن. وفجاه بيضرب اورفن بسيف بطنه وبيقول له ما تقلقش هعالجك اول لما اخلص المهمه دي. على طول بيمشي المعلم ناحيه ايزلي وبيوجه لها الضربه القاضيه وبيقطع عليها وبيعالج اورفن. بعد كده اللي بيطلع يجري على جثه ايزلي اللي اتحولت لاشلاء مرميه في كل مكان. في الوقت ده بنرجع فلاش باك للماضي قبل 5 سنين وتحديدا في برج الانياب اللي كان بيضم اقوى السحرة اللي موجودين في العالم في الوقت ده. وبنعرف ان ايزلي كانت اخت اورفن باعتبار ان هم اتربوا مع بعض في ميتم واحد، وكانت ايزلي من اذكى السحرة اللي موجودين في البرج. كانت بتلقب بساحرة الفوضى، وكانت كل ما تدخل مع اورفن في تدريب كانت بتهزمه وبعدها بتقول له يا حاج اورفن انت على نظامك ده مش هتقدر تفوز في اي صراع. فاورفن مش بيقبل الهزيمه وبيقول لها انا اللي سايبك على فكره. ما هو واضح. بعد شويه بيجي لهم هيريتيا بيقول لهم تعالوا بسرعه اوريكم اعظم اختراعاتي. ولما بيطلعوا الوضع ما بيكونش لطيف زي ما كنتم متوقعين. لما بيطلعوا بيلاقوا اختراع هيريتيا اللي بيكون عباره عن روبوت، بس المشكله ان هيريتيا بيفقد السيطره عليه ومش بيعرف يتحكم فيه تماما. ولما بيجي هيريتيا يستخدم قوته علشان يقضي على الروبوت مش بيعرف، لا بالعكس ده الروبوت بيتغلب عليه، فبيستخدم اورفن قوته السحريه وبينجح انه يقضي عليه في النهايه. وتاني يوم بتروح ايزلي تصحى اخوها اورفن وبتوقعه على الارض وبتقول له يلا احنا ماشيين. وطبعا اليوم ده بيكون مخصص لزياره القبور في قريتهم القديمه واللي فيها الميتم بتاعهم ومتعودين ان هم يروحوا هناك كل سنه. المهم بيروحوا بعد ما بيخلص اورفن الترانيم بتاعته عند القبور بيلف مش بيلاقي ايزلي جنبه، واللي بنشوفها وهي ماشيه في قريتها القديمه لحد ما فجاه بيتفتح باب قدامها. على الجانب التاني بيكون اورفن قاعد يدور على ايزلي زي المجنون ومش عارف يعمل ايه. يا ترى هيلاقيها وايه المشكله دي بس يا رب؟ فجاه بيسمع صوت جاي من مبنى قديم بيقول له اختك معايا ولو عايز ترجعها ارجع للميتم مرة تانية. لما بيدخل بيلاقي المكان قديم وبيمسك سيفه في ايده، بس فجأة بيحصل هجوم عليه وبيقع السيف من ايده وبعد كده بيختفي. بيظهر له وحش ترابي بس بيخلص اورفن عليه في النهاية، وبعد كده بيلاقي الباب بيتفتح قدامه. صاحبنا لسه عايز يدخل من الباب فبيقع عليه جردل وبينحشر في دماغه. بيطلع على سلم بيقود للدور التاني، ولما بيفتح الباب بيلاقي ايزلي قاعدة على الارض بس شكلها فاقدة الوعي وفي اثار دم على وشها. واول لما بيشوفها اورفن بتختفي فجأة من المكان وبيسمع صوت بيقول له كويس انك جيت هنا وعينك ما تشوف الا النور. بيترزع واحدة خنفشارية في ظهره بترميه في نص الاوضه، وبيظهر له بعد كده كائن غريب على شكل ست وبتفضل تهجم عليه. ولكن الغريب ان هي بتهجم عليه من غير ما تلمسه، ومن طريقه كلام الست دي معاه بيفهم ان هي وهم، وبيعمل اورفن تعويذه وبينجح ان هو يتخلص من الكابوس ده. بتظهر له ايزلي بعد كده فاورفن بيقول لها بلاش الخدعه البايخه بتاعتك دي، فبترد عليه ايزلي وبتقول له ده مش انا، هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ دول كانوا شويه ارواح بتظهر بالليل وكانوا بيلعبوا معاك مش اكتر. وطبعا هي بتحور عليه بس اورفن بيعديها. بيفضل اورفن يعاتبها على كل اللي حصل وتحديدا ان هي تسببت في قلق وخوف وان ممكن يحصل لها اي حاجه. في اللحظه دي بتشكره ايزلي لانه اثبت لها قد ايه هو بيخاف عليها من اي حاجه ممكن تحصل لها، وبيرجعوا مع بعض للاكاديميه من جديد. بنرجع للحاضر في الوقت ده وبنشوف ان عيله كلو ادوا اورفن عربيه بحنطور هديه علشان تصلح لهم القصر بتاعهم. بيكون عايز يسيب مدينه توتوكا ويتجه لمدينه ترايفايم وتحديدا لبرج الانياب. المهم وهو ماشي بيسمع صوت جاي من جوه العربيه بتاعته، وبتظهر له كلو وقتها وصديقه ماجيك اللي بيطلبوا منه ان هم يرافقوه في رحلته. وكانت حجتهم ان كلو هتهتم بالطبيخ اما ماجيك فعايز يتعلم السحر وفي نفس الوقت هيدفع لاورفن مقابل. بيكمل الثلاثه رحلتهم الطويله دي لمدينه ترايفايم اللي هتستغرق 3 اسابيع على الاقل. المهم بعد ما بيمشوا شويه بيوصلوا لحدود الغابه وهناك بيتجهوا من طريق تاني، فكلو بتسال اورفن هو انت عديت من هنا ليه؟ فبيقول لها لان لو حراس الغابه دي شافونا وخصوصا علشان انا ساحر فعلى طول العيله الملكيه هتبلغ كنيسه كلايمايك بوجودنا، وده لان العيله الملكيه وكنيسه كلايمايك هم اللي بيكونوا مسؤولين عن حمايه الغابه دي. المهم لما بيجي الليل بينزلوا الثلاثه من العربيه وبيقعدوا حوالين النار يتدفوا بيها وفي نفس الوقت تنور ليهم. بيكون اورفن متضايق لان الاكل اللي معاه كان يا دوبك يكفيه، ودلوقتي لما الحلوين دول جم هيخلصوا الاكل بتاعه كله. ساعتها ماجيك بيقول له خلاص انا هقوم ادور على اي حاجه ممكن ناكلها، فبيقول له اورفن تمام بس حاول ما تبعدش بعيد عننا. وماجيك بعد ما بيمشي شويه بيتوه بسلامته ومش كده وبس، بيطلع عليه تعبان كبير وعايز يهجم عليه. فساعتها ماجيك بيستخدم القوه السحريه اللي اتعلمها من اورفن وبينجح ان هو يدافع عن نفسه، ولكن بعدها على طول بتظهر له بنته وبتساله هو انت ساحر مش كده؟ فبيقول لها ايوه انت مين وبتعملي ايه هنا في الغابه لوحدك؟ فبترد عليه بنفس اسئلته بتقول له انت اللي مين وبتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انا بدور على حاجه ناكلها انا والسيد بتاعي، وهو بيكون ساحر وبيعلمني السحر. بعد كده بيسالها ماجيك هو انت تبع للكنيسه ولا حاجه؟ فبتقول له ان قوه الغابه دي بتسيطر عليها. بتقول له حاول انت ترجع لسيدك مره تانية علشان الغابه دي خطيره عليك. فبيقول لها طب وانت قاعده هنا ليه؟ فقالت له ما انا قلت لك قبل كده انا قوه الغابه دي مسيطره عليا وللاسف مش هعرف ارجع. ولما ماجيك بيسالها عن اسمها فبتقول له ان اسمها فيينا وبيعرفها هو كمان على نفسه. بيقول لها وانت عايشه في الغابه دي؟ فبتقول له في الحقيقه لا انا عايشه في قريه في الغابه دي اسمها القلب المقدس، بس هي
هي مش بتظهر لاي حد على الخريطه. فبيرد عليها ماجيك وبيقول لها طب ينفع يدونا اكل لو رحنا هناك؟ فبتقول له سامحني انا ما اقدرش اخدكم للقريه، وزي ما قلت لك المكان ده خطر عليكم. ولما بيسال ليه بيظهر له شويه رجاله معاهم اسلحه زراعيه، وبيرد عليه كبيرهم وبيقول له علشان انت ساحر يا حلو، الغابه دي ملكنا احنا واي حد هيدخلها من غير اذن هيتعاقب، والعقاب هيكون اشد لو انت ساحر. فماجيك بيسالهم يعني انتوا تبع كنيسه كملاك؟ فبيرد عليه كبيرهم وبيقول له كنيسه كملاك دول هيقدروا يعملوا معانا ايه ان شاء الله. ولما بيجي يقرب من ماجيك بتقف قدامه فينا وبتقول له استنى يا مجدو، ده مجرد متدرب مش اكتر، والساحر الحقيقي مش ده. بيظهر واحد من وراهم وبيقول لهم ما تقلقوش في مجموعه في الطريق لينا دلوقتي. وعلى طول مجدو بيقول للفينا مش معنى انك عذراء ضريح يبقى تعملي اللي انت عايزاه، ابعدي بقى من طريقنا دلوقتي ولو وقفت قدامنا هتتعاقبي. على الجانب التاني بتظهر مجموعه فعلا تبع المجدول وبتهاجم اورفين وكلو وعاوزين يقبضوا عليهم. بيقولوا لهم احنا مسكنا صاحبكم التاني، ولما بيحاول واحد منهم يجري على كلو عاوز يضربها فبيحميها اورفين، بس بيجي واحد تاني جري ناحيته برضه. بنرجع لفيينا اللي بتكون واقفه قدام ماجيك وعايزه تحميه من المجموعه اللي عايزين يقتلوه، وفجاه بيظهر تعبان كبير بيهجم على رجاله مجدو، فبيستغل ماجيك الفرصه وعايز ياخد فيينا ويهرب، بس فجاه بيسمع صوت ضرب نار جاي من وراه، وساعتها بيلاقي مجدو ضربه بالمسدس بتاعه في جنبه، وعلى طول بيقع ماجيك على الارض. على الجانب التاني بنشوف اورفين لما بيزهق من المجموعه اللي عنده دول بيستخدم السحر بتاعه بيقضي عليهم في لحظه، وبيكون عاوز يمشي علشان يلحق ماجيك. بنروح بعد كده لقريه مجدو، وهناك بنشوف القزامين قص المشاكل دول هناك، واللي مش بيجي من وراهم غير المصايب. تقريبا كده كانوا بيحاولوا ينصبوا على واحد من رجاله القريه دي في بيعه، فاتأثروا في القريه دي وبقوا شغالين عندهم عمال نظافه. ومش بس كده، ده الحلوين دول كمان بلغوا على وجود ساحر في الغابه، وكان قصدهم على اورفين. بعد شويه بيروح لهم واحد من رجاله القريه وبيشكرهم لان معلوماتهم كانت دقيقه بخصوص وجود السحر في الغابه، وبيسيبهم وبيمشي. بنروح لاورفين وكلو اللي بيوصلوا لحدود القريه، ولما بيشوف اورفين العلم اللي متعلق على البرج بيفهم ان رجاله القريه دول تابعين لتنين العمق، وعلشان كده مش بيكرهوا حد في حياتهم قد الصحراء. بعد شويه بيقرب اورفين وكلو اكتر ناحيه القريه، وهناك بيتفاجئ اورفين بوجود ضوء غريب بيظهر فجاه، وبعد الضوء ده بيظهر تنين العمق فعلا. التنين ده اسمه فنرير، واول لما بيشوف اورفين بيتسمر في مكانه وهو مذهول، وعلى طول اول لما سكان القريه بيشوفوا التنين ده بيروحوا ناحيته. في اللحظه دي بيطلب اورفين من كلو ان هي تروح لاقرب مركز حراسه وتحكي لهم عن اللي حصل، وتفضل هناك لحد ما اورفين ينقذ ماجيك من ايد الناس دي. فبتسمع كلو الكلام وبتمشي، بس في اللحظه دي بتحصل مشكله، وهي ان مجدول قابل اورفين وشافه، ولما بيجي مجدول يضربه بالمسدس بتاعه بيجري اورفين بس بيحصله، وبيبدا اورفين يستعمل قوته السحريه في مواجهتهم. ولكن فجاه ومن غير اي مقدمات بيظهر تنين العمق من وراهم، وبيكون اورفين في موقف لا يحسد عليه. المهم بيأسروه بعد كده وبيفقد وعيه، وبيدخل في عمليه تنويم مغناطيسي قويه جدا بسبب القوه السحريه لتنين العمق ده. بعد شويه بنشوف اهل القريه وهم متجمعين وبيطلبوا الحمايه من التنين بتاعهم. وقتها بتظهر فيينا واللي بتكون المتحدثه باسم التنين ده، وبتقول لهم ان الكارثه عدت بسلام، وبتقول لهم اهدوا وتقربوا منه، ولو السحر ده ظهر تاني هقضي عليه نهائيا. بنرجع تاني لاورفين وهو نايم وبيشوف فيينا قدامه وبتعتذر له، بتقول له اسفه ان انا خليتهم يهاجموك، ما كنتش اعرف ان التنين هيحاول يشوهك، ما تقلقش انا هحاول اعالجك بقوتي السحريه على قد ما اقدر، ولكن بلاش تعارض مجدو لانه ماسك زمام كل حاجه في القريه. ولما اورفين بيفوق بيدخل على مجدول وبيساله عن اسمه، ولكن اورفين بيرفض. في اللحظه دي بيدخل سالو بيقول للمجدول واضح انه مش عايز يتكلم، ولو بصيت على قلاده هتلاقي قلاده برج الانياب، وده معناه انه من نخبه سحره السحر الاسود، وقصره كده اهانه كبيره ليه علشان كده مش هيقول اسمه. فمجدول بيسيبهم وبيمشي. بعد شويه فيينا بتاخد اكل الماجيك، واللي بيقول لها افتكرت ان هموت لما مجدول ضربني بالمسدس، فبترد عليه بتقول له ما انا لحقتك وعالجتك بسرعه قبل ما يحصل لك حاجه. ولما ماجيك بيسالها هي ليه عايشه لوحدها بتقول له ان نادر ان هي بتظهر قدام الناس، ما بتظهرش الا في الطقوس بس علشان تقول رساله باسم التنين العميق. فماجيك بيشكرها على مساعدتها. وقتها بيدخل مجدو بيقول لفيينا زي ما قلت لك جاهزه علشان هنمشي قريب، وبما انك بتعرفي تستخدمي سحر التنين هتساعدينا نلاقي قلب الغابه. فيينا بيبان عليها ان هي مش مرتاحه ولكن مضطره، وماجيك بيقوم وبيقول لفيينا مالك. وفي اللحظه دي مجدول بيطلع المسدس علشان يضربه، ولكن فيينا بتوقفه بسحرها. مجدول بينزل سلاحه وبيقول لها هنمشي بكره الصبح يا فيينا، وبعدها بتقول فيينا الماجيك بما انك خفيت لازم تمشي بكره. فبيرد عليها وبيقول لها لا مش لوحدي مش همشي من غيرك. فبتقول له مش هينفع اسيب مكاني. فبيقول لها ان اول ما يلاقي سيده هنمشي كلنا سوا. بتاخده فعلا لزنزانه اورفين اللي كان صاحي ولكن مش قادر يتحرك بسبب التنويم المغناطيسي اللي اثر عليه. اورفين بيحكي له ان كل اللي حصل ده بسبب نظره واحده من تنين العمق، ولولا تدريبه على التحكم الذهني كان زمانه اتحطم تماما. وبيكمل كلامه بيقول للماجيك كل ده بسببك يا ابن الفقريه. فبيرد ماجيك وبيقول له انا مالي انت اللي اتقفشت. اورفين بيحرجه بيقول له بلاش تعمل سوبرمان قدام البت وكده. فماجيك بيتحرج ووشه بيقلب الوان، واورفين بيشكر فيينا على مساعدتها، وخصوصا ان مفيش بشري كان هيقدر يعالجه بعد ما تعرض لهجوم من تنين العمق. اورفين بيكون متضايق من القزمين اللي عرفوا مجدو بمكانه، وهو نايم بيدخل سالو وبيساله عن اسمه. ولما اورفين بيرد سالو بيطلع سكينه وبيهجم عليه، وماجيك بيحاول يمنعه ولكنه بيفشل. قبل ما الضربه توصل له اورفين بيتحرك بسرعه وبيبدا صراع عنيف مع سالو. وفي اللحظه دي كلو بتوصل ومعاها 3 حراس لحدود القريه، ولكنهم كانوا مترددين يدخلوا. فبتقول لهم كلو صحابي جوه وانتوا عايزين تستنوا الصبح. احد الحراس قال لها
احنا لازم نبلغ العيله الملكيه. فكلو ردت عليه وقالت لهم انتم مسميين نفسكم حراس، وقررت تدخل لوحدها. بنرجع للصراع بتاعنا تاني، وسالو بيطلع سيفه واورفن بيتفاجئ بيه لانه من النوع الزجاجي النادر جدا ومش موجود منه غير 8 في العالم. وساعتها اورفن بيستنتج ان هو معلم موت زي معلمه القديم تشايلد مان. ولكن فجاه كلو بتضرب سالو على دماغه من ورا فبيقع، واورفن بيقول لها شاطره يا كلو، بس ايه اللي جابك هنا؟ مش قلت لك تستنيني في مركز الحراسه؟ في اللحظه دي فينا بتظهر وبتقول لاورفن اهرب دلوقتي وخد معاك ماجيك وسالو. واورفن بيسالها وانتي؟ فبترد عليه بتقول له مش هاجي، انا هفضل هنا. سالو على الرغم من انه معلم مات من كنيسه كيملاك ولكنه الوحيد اللي بيعاملني بلطف، علشان كده انا عايز انقذه وانا هكمل مع ماجدول وندور على قلب الغابه. ولكن اورفن بيمسك ايديها وبيقول لها لا هتيجي معايا، انا مش هسيبك تموتي هنا. بعد شويه بيفوز سالو ولكن بيلاقي اورفن واخد سيفه، فاورفن بيطلب منه يوصله لمكان ماجدول وبالفعل بيروحوا له. اول لما اورفن بيدخل عليه بيقول له انا عارف انك بتدور على قلب الغابه، بس حرر فينا وانا هعمل معاك صفقه. لو وافقت على شروطي فهقول لك مين الشخص اللي بيتعقبك وعايز يقتلك، وكمان هعرفك اسم معلم الموت اللي في كنيسه كلايمايك. سالو بيتصدم وبيقول له انت خنتني، فبيرد عليه اورفن وبيقول له مين اصلا قال لك ان انا ناوي اشتغل مع واحد قاتل زيك؟ ولما سالو بيحاول يهجم عليه اورفن بيزوقه بعيد باستخدام قوته. ماجدو بيطلع المسدس بتاعه بيحاول يضرب اورفن ولكن اورفن بيتفادى الرصاصات، ولما المسدس بيفضى بيوجه اورفن ضربه سحريه قويه جدا ليه وللسلاح بتاعه. بيحاول ماجدو يضربه مره ثانيه ولكن المسدس بيطلق عليه هو نفسه، وقبل ما يموت بيقول ماجدو انا شفت كنيسه كلايمايك وعلى الوضع ده القاره كلها تنتهي وبيسقط ميت. سالو بيقول لاورفن اعتقد ان انا كده خلصت مهمتي، وهنا بنفهم ان هم كانوا متعاونين من البدايه، وسالو بيمشي بعد كده. بنرجع لكلو واقفه مع الحراس وبيقول لها بما ان المنطقه تحت سيطره الكنيسه احنا ما نقدرش نتحرك من غير اوامر العائله الملكيه. وفجاه بتظهر قطه صغيره وكلو بتشيلها وهي فرحانه، ولكن الحراس بيقول لها ان دي مش قطه عاديه، ده طفل تنين العمق. بيتخضوا ليكونوا امها هنا وبيجروا ويسيبوا كلو لوحدها، وفي الوقت ده بيكتشف سكان القريه موت ماجدو. بيقفوا قدام بيت فينا وبيقولوا لها ساعدينا مش عارفين نعمل ايه. وقتها بيظهر اورفن وبيقول لهم موضوع حياتكم اختاروا بنفسكم، اما موضوع عذراء الضريح فحرروها وسيبوها في حالها، لكنهم بيقولوا له لا احنا هنروح للغابه ونحقق هدف ماجدو. فبيرد اورفن وبيقول لهم بلاش قلب الغابه هو ملجأ التنين وهتموتوا كلكم، ولكن على عكس المتوقع بيقولوا له يعني انت عارف المكان، يمسكوا الكلب ده هو اللي هيوصلنا. بيجروا وراه اورفن بيطير جري، واول لما بيشوفهم وراه في اللحظه دي بتوصل رساله تنين العمق لدماغ فينا وبيقول لها القريه دي لازم تتعاقب، هسيب لك وقت تهربي. فبتبص لماجيك وبتقول له لازم تمشي وتعمل اللي اتفقنا عليه. ماجيك بيمشي وبيوعدها انه هيرجع لها تاني، واثناء ما اورفن بيهرب فجاه بيخبط في ماجيك والاتنين بيطلعوا المكان عالي، بيمسكوا في ايد بعض وبيعملوا تعويذه سحريه وفي ثواني بيختفوا من المكان. على الجهه الثانيه سالو بيروح لفيينا وبيقول لها يلا نمشي، ودي اوامر اورفن بيظهر في مكان تاني بعد نجاح خطته، وفجاه بيحصل انفجار ضخم في القريه وبيظهر تنين العمق هو اللي كان عامل الهجوم. واول لما اورفن بيشوفه بيتسمر في مكانه، وفي اللحظه دي بتظهر كلو وهي شايله طفل تنين العمق. التنين بيبص لسكان القريه وقال لهم انتوا ارتكبتوا اعمال محرمه وعشان كده نهايتكم قربت. وفجاه بيطلق طاقه سحريه جباره بيمسح بها مجموعه من اهل القريه في لحظه. على طول اورفن بيمسك القلاده بتاعته وبيوجه ضربه سحريه قويه جدا ناحيه التنين، ولكن النتيجه كانت صفر ولا حتى اثر فيه. كلو بصت له وسالته طب وبعدين هنعمل ايه؟ فرد اورفن وقال لها التنين ده خطير يقدر يعرف اي فكره في دماغنا، وده اللي مخلي الموقف صعب جدا. التنين بيبدا يقرب منهم بخطواته، فبيمسك اورفن الطفله بتاعته وقال له امشي بسرعه وهسيب لك ابنك، لكن التنين رد بسخريه وقال له اعمل اللي يعجبك، انا اقدر بسحري احيي اي حد ميت دلوقتي وهمسح القريه دي كلها. اورفن بيقول له ما ينفعش تعمل كده، سكان القريه دول كلهم بيحترموك، ولكن التنين بيرد انا مش مهتم بالكلام ده، مشكلتي ان هم عاوزين يوصلوا لقلب الغابه. اورفن قال له خلاص ماجدو مات عايز ايه تاني؟ فالتنين رد عليه وقال له لسه باقي القرويين عايزين يرتكبوا نفس الفعل المحرم ويروحوا لقلب الغابه. ساعتها اورفن قال له بشجاعه لو هتاذي اي حد ابدا بيا انا الاول، وطلع مسدس وضرب التنين، ولكن الضربه ما اثرتش فيه تماما. في اللحظه دي التنين استخدم قوته وسيطر على عقل اورفن، ولكن اورفن قدر يتخلص من تاثير السحر وفهم نقطه ضعفه ان التنين ما يقدرش يستخدم سحر ولو ما كانش شايف اللي حواليه. على طول امر اورفن ماجيك انه ينفذ خطته، خلى التنين واقف اعمى مش شايف اي حاجه، واورفن شحن قوته ورمى مسدسه ناحيه التنين وحصل انفجار قوي جدا اطاح بيه على الارض. لكن المفاجاه ان التنين قام تاني، والاغرب انه نادى باسمه القديم كارل، انا عارفك كويس وبسبب وعدي الناس يعرفوك هسيبك وامشي. اورفن فكر في نفسه ان مفيش حد بيلتزم بوعوده بين البشر والتنين غير معلمه تشايلد مان، ولكن التنين كمل كلامه وقال له قبل ما ارحل القريه دي لازم تتدمر. في اللحظه دي ظهرت فيينا وقربت منه وقالت له كفايه، لو حاولت تموتهم هستخدم قوتي لحمايتهم وحتى لو دي هتكون نهايتي. التنين اتعصب وقال لها انا غلطت لما اخترتك وخلاص وجودك ما بقاش ليه قيمه، واستخدم السحر وسيطر عليها اللحظات وبعدها سابها. كيلو رفع الطفل التنين لفوق وقالت له يلا وريه قوتك، وفعلا الطفل اطلق ضربه سحريه رهيبه دمرت تنين العمق نهائيا، وبكده اتحررت فيينا اخيرا ومبقاش حد يتحكم فيها، وشكرت ماجيك على المجهود اللي عمله هو والسيد بتاعه علشان يحموها من التنين. وبعد ما الاحداث دي كلها بتخلص اورفن وماجيك وكلو بيكملوا طريقهم علشان يروحوا لبرج الانياب تاني. بنروح لبرج الانياب وهناك الكل في حاله
حاله ارتباك كبيره بعد مقتل شيخ البرج، وعايزين يعرفوا مين اللي ورا العمله دي، وفي نفس الوقت محتاجين يختاروا خليفه جديد مكانه. فورتي بيقابل ليتشيا وبيقول لها ان شيخ البرج اتقتل واللي عمله مش اي حد، ده حد من برج الانياب بنفسه. وبيكمل كلامه ان في تقرير وصل بياكد ان كارل قابل المعلم تشايلد مان، ودي كانت اخر مره شافوا فيها اي حد قبل ما يختفي المعلم تماما بعد الموقف ده. على الجانب التاني كلو قاعده اخده راحتها بماجيك ومبهدله بطفل التنين اللي معاها واللي قاعد يعمل تعويذات سحريه غريبه. اورفن بيروح لرئيس مركز الحراس وبيحكي له عن اللي حصل، فالرئيس بيقول له انا هتغاضى عن اللي عرفته واعتبرني ولا شفتك ولا سمعت اي حاجه، عشان لو الكنيسه مسكتك بصفتك ساحر هتكون محظوظ لو فضلت عايش بعد التلطيش والضرب اللي هتشوفه هناك. بعد الكلام ده بيطرده بره المكتب وبيقول له يلا مش انا مش عايز مشاكل، يلا امشي من هنا وشوف لك طريق بقى. اورفن بيلاحظ ان القلاده بتاعته مش موجوده، وفجاه بيسمع صوت جاي من المكتب فبيجري بسرعه وبيلاقي الرئيس مقتول. بيلاقي ورقه متعلقه على الحيطه مكتوب عليها مين الخليفه، والقلاده بتاعته متعلقه هناك، واورفن بيبدا يفكر ويتساءل مين اللي عمل كده ومين هو فعلا الخليفه. بعد كده بيروح يقعد جنب العربيه بتاعتهم وبيظهر ساحر غامض وبيوجه ضربه قويه جدا عليه، وشكله برضه من برج الانياب. ماجيك بيحاول يهجم عليه باستخدام قوته ولكن الساحر ما بيتاثرش اطلاقا، وبعدها اورفن بيرجع يقف على رجله تاني، ولكن لما الساحر بيهجم على اورفن وماجيك وكلو الكل بيتاثر ما عدا كلو. بيبان ان السبب طفل التنين اللي معاها لانه بيحماها من ضرباته، واورفن بيحاول يهجم على الساحر ولكن بيكتشف ان هو قوي جدا. كلو بتحاول تستخدم قوه طفل التنين اللي معاها ولكن الساحر بيدافع عن نفسه، ولما بيجي يهجم على كلو ماجيك بتظهر ليتشيا من وراه وبتغزه بضربه خفيفه بسكينه وتقول له مش انت وانا هاخد كارل معايا. اورفن بيتصدم لما بيشوف وش الساحر لانه نسخه طبق الاصل منه وهو صغير ايام البرج، وبيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لمنطقه برج الانياب. ليتشيا بتقول للاورفن ان على فكره فورتي عنده تقارير بتقول انك المشتبه فيه في مقتل الشيوخ. بعدها بيروحوا البيت ليتشيا وهناك ماجيك وكلو بيتفرجوا على صور اورفن زمان وذكرياته في الميتم قبل ما يروح للبرج. اورفن بيشوف ليتشيا خارجه فبيسالها هي رايحه فين، فبترد عليه ان هي لازم تروح لفورتي وتثبت ان هو مش القاتل اللي مشتبه فيه، وكمان بتقول له بلاش يروح للبرج دلوقتي. بيجي الليل واورفن واقف لوحده وبيسمع صوت فجاه جاي من ناحيه النافوره، ولما بيروح لهناك بيلاقي السحر اللي شبهه تماما واقف. السحر بيقول له ان لازم ترجع للبرج بقوتك القديمه، ولكن بما انك سبت البرج من 5 سنين ده هيفضل وصمه عار في تاريخك، والسؤال يا ترى هتاخد وقت قد ايه لحد ما يعترفوا بيك تاني. بيكمل السحر كلامه بيقول له انا شبح من الماضي اسمي الحقيقي كارل، اما انت فبقيت دلوقتي اورفن. بنروح لليتشيا وهي رايحه تقابل فورتي وبتقول له بص يا فورتي كارل مش هو اللي قتل الشيوخ، هو عمل اغتيالات كتير قبل كده بس جريمه زي دي لا، لان ده مش طبعه. لو شفت المشتبه فيه بنفسك هتلاقي نسخه طبق الاصل من كارل زمان قبل 5 سنين، اما كارل الحالي فبيكبر وشكله اتغير خالص. فورتي بيرد عليها باستغراب وبيقول لها ان انت عايزه تقول لي ان في نسختين من كارل، فبترد عليه بثقه وبتقول له ايوه تقريبا كده. فورتي بيسالها طب قوته ومهاراته في القتال، فليتشيا بترد عليه بتقول له مفيش حد في البرج كله هيقدر يقف قصاده دلوقتي، زي ما انت عارف هو كان الخليفه المثالي حد الشفره، والمعلم تشايلد مان قضى سنين وهو بيجهزه للمنصب ده. بنرجع بقى لاورفن اللي واقف قصاد النسخه اللي شبهه بيساله انت مين بالظبط، فبيرد عليه وبيقول له انا كارل الطالب بتاع تشايلد مان اللي اتعلمت منه فنون القتال والاغتيال، وبالمناسبه ايزلي كانت عايزاني انا. اورفن بيتصدم وبيقول له مستحيل الكلام ده، وفجاه النسخه دي بتعمل تعويذه سحريه وبتختفي من المكان، ولكن الغريب ان كلو كانت واقفه وراهم ويبدو انها سمعت الحوار كله. في اليوم اللي بعده اورفن بيقابل ليتشيا ومعاها بنتين، الكبيره فيهم اسمها تيفس والصغيره اسمها باتريسيا. الاثنين دول طلابها اللي بتعلمهم السحر، وتيفس بتقول هي متحمسه على فكره في قزمين دخلوا هنا لما شافوك رايح للقصر، كان بيقولوا ان هم جعانين وانا شكيت فيهم وحبستهم في اوضه وقفلت عليهم. اورفن بيروح لهم وبيقول لهم بصوا يا جماعه انا هطلب منكم خدمه وفي المقابل هسيبكم تخرجوا من هنا، والخدمه كانت ان هم يراقبوا شبيه اورفن ويتابعوا تحركاته، والقزمين بيوافقوا ولكن فجاه بتظهر كلو بتقول لهم هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بغبائهم الفظيع بيكشفوا الخطه كلها قدامها، والاسوأ ان شبيه اورفن كان قريب منهم وسمع الحوار بالكامل. اورفن بعدها بيروح يقابل ليتشيا وبيبداوا يتكلموا عن حال البرج، وخصوصا ان مبقاش شغال فيه غير فصل المعلم تشايلد مان اللي بيعلم السحر بشكل طبيعي، والباقي خلاص خرج بره الخدمه تماما. دلوقتي مبقاش فاضل غير ليتشيا وفورتي لان كوموكرون مات في حادثه من شهرين، وهيريتي قاعد في مدينه توتوكا، وايزلي كمان اختفت من الساحه. اما المعلم تشايلد مان فاختفى على الانظار من اكتر من شهرين، وغيابه ده تسبب في فوضى كبيره جدا في البرج، لدرجه ان باقي الفصول بقوا يعملوا تصرفات غريبه جدا، وده وصلهم انهم لقوا حتى سم في كوبايه الشاي بتاعه فورتي. ليتشيا بتسال اورفن تفتكر مين اللي ورا كل المشاكل دي وبيقتل في شيوخ البرج، فبيرد اورفن بثقه وقال لها اكيد مش انا لاني سايب البرج بقالي اكتر من 5 سنين، وبرضه اكيد مش المعلم تشايلد مان. بنروح بعد كده عند كلو القزمين اللي سايبين مهمتهم وقاعدين بياكلوا، وساعتها بتظهر مجموعه مقنعه تبع التنين العمق بيعدوا من جنبهم بس من غير ما يلاحظوهم، وفي اللحظه دي بيوصل شبيه كارل وبيعمل تعويذه تنويم على الكل، وما بيفضلش غير القزمين هم بس اللي صاحيين. لما بيجي الليل القزمين دول بيجروا على اورفن وليتشيا وبيقولوا لهم ان شبيه كارل خطف كلو. اورفن بيسالهم وانتوا كنتوا بتعملوا ايه ساعتها، فالقزمين بيردوا بيقولوا كنا بنراقب زي ما قلت لنا وشفناه داخل البيت بتاع تشايلد مان. ماجيك بيتدخل في الوقت ده وبيسال مين شبيه كارل ده كمان، فليتشيا بترد عليه وبتقول له ده كان ساحر من 5 سنين
هنا ارتقى في الرتب في برج الانياب، وكان خلاص هيتم اختياره واحد من سحرة البلاط ال13، بمعنى اصح كان هيبقى خليفة المعلم تشايلد مان، وكان معروف بلقب خليفة حد الشفرة. وليتشيا بتكمل وبتقول المواصفات دي هي نفسها هوية اورفن القديمة، النسخة دي من كارل هي اورفن قبل 5 سنين، بس هو اقوى من اورفن دلوقتي. فاورفن بيرد عليها وبيقول لها انا عرفت هو خد كيلو ليه، هو علشان يغريني واخرج من البرج وعشان كده مش هيقدر يقتلها. وبعدها اورفن بيسيبهم وبيمشي وبيقول لهم انا رايح ارجع كيلو وهكشف لكم كل الحاجات اللي لسه مش عارفينها عني. بعدها بشويه بيجي واحد من الطلاب لماجيك وبيقول له طبعا اورفن مشي وسابك هنا، بس بص انا هقول لك حكايته الاول وانت ودماغك وشوف هتتصرف ازاي. وبيكمل وبيقول كارل تقريبا قتل شخص من 5 سنين او كان تقريبا هيقتله، والشخص ده كان ساحر من برج الانياب. كارل او اورفن يعني كان مترشح ان يبقى واحد من السحرة ال13، وده كان هيخليه اصغر عضو في سحرة البلاط على مر التاريخ، بس ده ما حصلش لان شيوخ البرج في الوقت ده اكتشفوا ساحر اسمه تشايلد مان، وعلى الرغم من انهم مش عارفين هو جه منين قرروا يخلوه المعلم. وبقى عنده طلاب كتير عندهم مؤهلات عاليه، وكان هدفهم ان هم يطلعوا اكبر عدد ممكن من السحرة الاقوياء، وكارل كان من ضمن طلابه، والفصل بتاعهم كان متسمي على اسم المعلم تشايلد مان، وكان من اقوى الفصول في البرج كله. اما كارل فكان معروف بلقب خليفة الشفرة، وعشان كده تشايلد مان كان مهتم بيه اكتر من اي طالب تاني، وعلمه كل تقنيات القتل والاغتيال اللي يعرفها. الكل كان شايف ان كارل هدفه ينضم للسحرة ال13، بس شيوخ البرج ما كانوش عايزين كده. ولما كان في طريقه للعاصمة الملكية شيوخ البرج بعتوا حد يراقبه، ولما اورفن عرف ان في حد بيتتبعه قتله، وده غالبا السبب الحقيقي اللي قطع علاقته ببرج الانياب، وده خلى رجوعه للبرج حاجه شبه مستحيله. فماجيك بيرد عليه بيقول له بس ده مش طبع اورفن خالص. ولما ماجيك بيجي يخرج من بوابه قصر ليتشيا بتظهر قدامه ليتشيا وبتساله هو انت رايح فين، ولما بتعرف ان هو يروح لشبيه كارل بتمشي معاه من غير اي تردد. على الجانب التاني بقى اورفن بيوصل لمكان شبيهه وبيستخدم قوته السحريه وبيفجر السور وبيدخل البيت، واول لما بيدخل بيلاقي شبيهه قاعد مستنيه. اورفن على طول بيساله عن كيلو، فشبيهه بيرد عليه وبيقول له هي بخير، بس لا انت ولا حتى صغير التنين اللي معاها هيقدر ينقذها. ومن غير اي مقدمات وفي ثواني المعركه السحريه بتبدا ما بين الاثنين، وبيحصل انفجار ضخم جدا بيهز المكان كله. وبعد صراع عنيف شبيه اورفن بيستخدم قوته السحريه وبيستدعي سيف باندرياس، السيف اللي كانت إزلي بتجرب زمان وفشلت فيه، اللي خلاها تتحول لتنين عملاق. وطبعا السيف ده بيديله قوه سحريه مرعبه فوق القوه اللي معاه اساسا. وفي نفس الوقت اورفن بيلاقي كلو التنين الصغير بتاعها نايمين على الارض متاثرين بتعويذه شلل شبيه ضربهم بيها، فبيجري اورفن على شبيهه بيضربه بضربه سحريه قويه بتوقعه على الارض. على طول بيدوس على وشه بيخليه يفقد الوعي، ولكن الغريب ان بعد شويه بيقوم تاني وكأن ما حصلوش اي حاجه. بتبدا معركه سحريه تانية اجمل من الاول، وبيبداوا الاثنين يطلعوا اقوى طاقتهم السحريه، وبنشوف اورفن بيعمل تعويذه قويه جدا، فبيحاول شبيهه انه يتصدى لها بس مش بيعرف في النهايه، والضربه بتسحقه من قوتها، وبكده بيعيد اورفن على شبيهه بشكل نهائي. واللي على طول بيظهر شكله الحقيقي لما بيجي يموت وبيكون على شكل روبوت. وفي اللحظه دي بتحصل المفاجاه، بتظهر إزلي واضح كده ان هي اللي كانت بتتحكم في شبيهه، وعلى طول اورفن بيسالها انت ليه قتلت الشيخ البرج وزعيم حراس الغابه وليه خطفت كلو من الاساس. فبتبص إزلي للروبوت وبتقول ان هي ما كانتش تعرف انه هيبقى ليه اراده مستقله ويعمل حاجات هي ما امرتوش بيها. بتستخدم قوتها وبعد كده بيختفي الروبوت من المكان تماما، وبتقول لاورفن انا مش عايزاك تبقى قاتل في النهايه. فاورفن بيقول لها ما تحاوليش تتصرفي كانك صاحبتي بعد كل اللي عملتيه ده، فبتقول له علشان ابقى صادقه معاك انا كنت خايفه منك طول المده دي. فاورفن بيرد عليها وبيقول لها بقى انت اللي بتكوني ساحره الفوضى وعندك اقوى سحر في فصل تشايلد مان، خايفه مني انا؟ بيكمل كلامه بيقول لها تعالي اقتليني احسن زي ما بتقتلي اي حد بيقف في طريقك. فبترد عليه إزلي وبتقول له ما اقدرش علشان انت بتكون خليفه تشايلد مان الوحيد. واكيد انت فاكر لما المعلم تشايلد مان كان بيعلمك على فن التحكم الذهني لما كان بياخدك انت لوحدك في القبو بتاعه، وما كانش فينا اي حد اتدرب على التحكم الذهني قدك، ما فكرتش ليه هو عمل معاك كده؟ علشان انت كنت مميز يا اورفن، ودايما تشايلد مان كان عاوز يخليك ورقه رابحه يستخدمها ضد السحرة البيض، بمعنى صح علشان يبقى دايما مسيطر عليا، بما اني الوحيده اللي كنت بتقن فنون مهارات السحر الابيض والمؤهلات اللازمه علشان اتجاوز قدراته. ومن الاخر كده تشايلد مان دربك علشان تقتلني يا اورفن، وانت الوحيد اللي تقدر تقتلني. فاورفن بيقول لها بس بقى مستحيل المعلم يكون فكر بالشكل ده، وحتى لو الموضوع كده فانا مش عايز اقتلك، يعني انا دايما كنت بحبك زي اختي، وانت دايما كنت بتوقفي جنبي وبترشديني، وانا مش عاوز الا حاجه واحده بس يا إزلي، وهي انك تعيش بسلام في اي مكان. فإزلي بتقول له انا دلوقتي ما عنديش غير هدف واحد بس، هو اني عايز اعرف المعلم تشايلد مان كان بيفكر في ايه. بتقول له ان هي كمان نفسها تشوف ليتشيا، بس عاوزها تعتقد ان هي ميته في الوقت الحالي. واول لما بتبدا كلوت فومر التعويذه اللي كانت معموله ليها بتختفي إزلي من المكان وبتسيب رساله مكانها، وبيقع اورفن على الارض. في الوقت ده بيوصل ماجيك وليتشيا للمكان وبيشوف الرساله مكتوب فيها مين هو الخليفه الحقيقي. بعد كده بكام يوم بنشوف اورفن مصاب وجسمه ملفوف عليه شاش من تاثير القتال الاخير. المهم لما بيجي اورفن يطلع من اوضته بيتفاجئ بواحد مقنع لابس اسود في اسود بيهاجمه، والغريب ان المقنع ده بيكون عارف اسمه. المقنع بيقول له انا عايز اسالك سؤال واحد بس عائله براونن، وفجاه بتظهر كلو ماجيك في اللحظه دي وبيقطعوا
الكلام فبيختفي المقنع من المكان. بيسأل ماجيك اورفن انت كويس ومن الشخص اللي هجم عليك ده، فاورفن بيقول له ده بيكون ستابر وهو اصلا من برج الانياب. تاني يوم بيروح اورفن لليتشيا وبيقول لها انه عايز يروح للبرج علشان يقدم لماجيك في الاكاديميه بشكل رسمي. فليتشيا بتقول له انت عايز تروح في وقت زي ده وخصوصا انك عارف ان الوضع في البرج مش مستقر الفتره دي. فبيقول لها اورفن طب ما انا تخلصت من الشخص اللي كان بيقتل في شيخ البرج خلاص. فليتشيا بتقول له طب لو انت قتلته هي فين الجثه بتاعته احنا ما شفناهاش. وطبعا هي بتقول له كده لانها ما شافتش حاجه فعلا، لان زي ما احنا عارفين ان ازلي خفت الربوط بعد ما اورفن قضى عليه. وعما ليتشيا وماجيك وصلوا المكان كانت ازلي اختفت هي كمان. اورفن ساعتها بيقول لها شبيه اللي انا حاربته ده كان مجرد دميه قاتله، واللي بتكون عباره عن دميه بتستخدم في قتل السحره، وبيبقى مكتوب على جسم الدميه دي حروف رونيه وعلى طول بيبدا السحر يتفاعل فيها بمجرد ما الحروف دي بتتكتب عليها، وبكده بتقدر الدميه دي انها تستعمل السحر بس لازم يكون في حد بيتحكم فيها. فعشان كده ليتشيا بتقول لاورفن لو الموضوع زي ما انت بتقول مين بقى اللي كان بيتحكم في شبيهك. فبيسكت اورفن شويه مع انه عارف ان ازلي هي اللي كانت ورا كل ده، هي اللي ورا قتل شيوخ البرج ورئيس حراس الغابه. بس في الاخر اورفن بيقول لها ما اعرفش الصراحه. فليتشيا بتقول له حاسه انك مش بتقول الحقيقه بس عموما خلاص. بعد كده ليتشيا بتوري له ورقه بتثبت براءته من الجرائم اللي اتنسبت ليه طول الخمس سنين اللي فاتت، وفي نفس الوقت اورفن ما خسرش رتبته في البرج والفضل كله يرجع لليتشيا في النهايه. بتقول له ليتشيا ان ده كان احدث سجل في البرج عنك، بس لازم تاخد بالك انك لو تسببت في اي مشاكل تانية في البرج في الحاله دي انت لازم بقى تواجه ستايبر. بعد كده اورفن بياخد ماجيك ومعاه ليتشيا وبيروحوا لبرج الانياب، وهم في الطريق اورفن بيسال ليتشيا انت فاكره ان في حد بيكرهك ولا حاجه؟ فبتقول له ليتشيا ما اعتقدش. فاورفن بيقول لها خلاص لو حد نصب لنا كمين ولا حصل لنا اي حاجه في طريقنا فده هيكون بسببي. ولسه ما خلصت الكلمه ومن غير اي مقدمات بيلاقوا طب يتحدف عليهم، ولما بييجوا ينزلوا من العربيه بتاعتهم بيظهر لهم مجموعه مقنعين لابسين اسود في اسود برضه وكمان متسلحين. فاورفن بيفهم ان دول تبع عقائد التنين، فبيقعد يرتب مع ليتشيا هيضربهم ازاي بس اهم حاجه من غير ما يموت حد فيهم، وبيوزعوا الادوار ما بينهم. ولكن اول لما بينزلوا من العربيه بيخلص اورفن عليهم لوحده وحتى ما بيسيبش ليتشيا تعمل اي حاجه. بعدها بيروح لواحد فيهم وبيقول له انتوا هاجمتونا ليه؟ فالمقنع بيقول له علشان ننتقم لاصحابنا اللي انت ذبحتهم. واول لما اورفن بيسمع الكلمه دي بيستغرب، بيقول له ذبحت ايه وذبحت مين يا عم انت هتهزر معايا؟ انا ما عملتش حاجه زي كده اصلا. وفي اللحظه دي بيظهر واحد اسمه هيدرانت من وراهم بيستعمل قوته السحريه وبيقطع رقبه المقنع علشان ما يتكلمش اكتر من كده. فالكل بيتفاجئ وبيبص ناحيته، فبيلاقي المعلم داخل عليهم وبيقول له لاورفن اكيد انت تعرفني صح؟ فاورفن بيقول له ايوه عارفك طبعا بس انت ليه قتلته؟ فهيدرانت بيقول له انا اقدر اقتل الناس مش زيك. وفي اللحظه دي لما بيجي اورفن يهجم عليه بيختفي هيدرانت من قدامه وبيظهر وراه، بيقول له مفيش داعي تتضايق. وبنعرف بعد كده ان هيدرانت ده بيكون واحد من القاده العليا اللي موجودين في البرج. المهم بعد كده لما بيوصل للبرج بيجي السكرتير لاورفن وبيستدعيه علشان يقابل فورتي، وفعلا السكرتير بياخد اورفن لمكان فورتي وبعد كده بيسيبهم ويمشي. واول لما بيدخل اورفن على طول من غير اي مقدمات فورتي بيقول له تعرف يا اورفن ان السكرتير اللي لسه مدخلك ده جاسوس؟ فبيستغرب اورفن وبيقول له يعني بس حاجه غريبه انك اول مره تقابلني من 5 سنين وتقول لي الكلام ده. فبيقول له فورتي يعني انت عايزني اسالك انت قتلت الشيوخ ولا لا؟ طب ما انا عارف انك مش هتجاوب. المهم خلينا في موضوع السكرتير ده. السكرتير اسمه فينيس اوستال بس ده اكيد مش اسمه الحقيقي، بس عموما انا وظفته لانه قال انه مش متسجل في البرج، ولما جمعت معلومات عنه عرفت انه كان بينتمي لفصيل البرج ده وانطرد منه بسبب سلوكه. بعد كده اتقابل مع باور كارلين واللي اهتم بتدريبه، فاكيد هو دلوقتي الساحر قوي. اورفن بيقول له انا سمعت ان في حد حاول يسممك قبل كده، انت ليه قاعد هادي وما بتاخدش قرارات حاسمه ناحيتهم؟ فبيقول له فورت انا عارف ان فصل اور هو الوحيد اللي ورا عمليات الاختيار اللي في البرج وعشان كده لازم نقضي عليهم. بعد كده بيقول اورفن لفورتي ان في واحد امبارح اتسلل جوه بيت ليتشيا وانا متاكد ان هو بيكون ستايبر. فبيرد فورتي وبيقول له حاسس ان فصل اور ليه ايد في الكلام اللي انت بتقوله ده، وطبعا احنا عارفين ان فصل تشايلد مان كان اقوى فصل في البرج كله وليتشيا بقت هي المسؤوله عن الفصل من بعده، فعشان كده فصل اور عاوزين يعملوا اي حاجه علشان يقضوا على فصل تشايلد مان. بعدها فورتي بيقول له امبارح ان في حد ذبح اتباع عقائد التنين في ضواحي راي فايم، وعلى طول بيفتكر اورفن لما المقنع قال له احنا عاوزين ننتقم منك لانك ذبحت اصحابنا، بس في الحقيقه اورفن ما عملش حاجه. وفورتي بيكمل كلامه بيقول علشان اكون صريح معاك يا اورفن انا دخلتك هنا لوحدك من غير ليتشيا علشان اوريك ده بايدي. بيدي اورفن تقرير الهجوم وبيكون مكتوب فيه ان ليتشيا والمجموعه بتاعتها هيتهاجموا من اتباع عقائد التنين، وبعد معركه طويله كل المهاجمين ماتوا. وبيكمل فورتو بيقول ان اللي وصل التقرير ده هو هايدرانت، وانا متاكد ان لو ليتشيا شافت التقرير ده هتقتحم الفصل بتاعهم. وقبل ما يخلص فورتي كلامه بيمشي اورفن من المكان وبيروح لفصل اور، وهناك بيقابل المعلم وبيساله عن هايدرانت. فالمعلم بيقول له ان هايدرانت ما عادش طالب في الفصل ده. فاورفن بيقول له انا ما يهمنيش هو هنا ولا لا، بس هو ليه قتل كل اتباع عقائد التنين بعد ما مشينا؟ فالمعلم بيقول له انا ما اعرفش مين فيكم اللي عمل الجريمه دي بس مش مهم، انا بعت اشخاص علشان ينظفوا الفوضى اللي حصلت. فاورفن بيقول له يعني انت بتطنش؟ عموما لازم تعرف ان لو ليتشيا والولا ماجيك اللي معايا حصل لهم اي حاجه بسببكم يبقى هشوفوا هعمل فيكم ايه، واكيد انت عارف انا مين. انا عمك يالا معلش يا شباب سامحوني سخنت شويه. المهم المعلم اور بيقول له انا بنصحك يا اورفن انك ما تخلينيش عدو ليك، وخصوصا ان
تشايلد مان مش موجود في البرج في الوقت الحالي. ولما بيكون اورفن وليتشيا وماجيك في طريقهم للرجوع لبيت ليتشيا فجأة بيقفوا وبيلاقوا كلو واقعة على الارض وراسها بتجيب دم. ولما بتسأل ليتشيا مين السبب في ده فبيرد اللي كان مع كلو بيقول لها ان في واحد جه من فوق السطح وضربها وبعد كده مشي. بدأ يوصفه ومن الوصف بيفهم اورفن ان ده حد تابع لبرج الانياب وزيه زي ستايبر بالظبط اللي هاجمه قبل كده. بيكمل الواد كلامه بيقول ان المقنع ده بعد ما ضرب كلو هرب باتجاه المدينة وعلى طول بيقوم اورفن من مكانه وعايز يروح يدور عليه. فليتشيا بتقول له بلاش وخلينا اروح انا، وخصوصا انك لو اتسببت في اي حاجه الشيوخ البرج مش هيسكتوا فخد بالك من كلو وانا هلحقه. وبتسيبهم ليتشيا وبتمشي. اول لما بتوصل ليتشيا للمدينه بتشوف واحد مقنع وعلى طول اول لما بيشوفها بيطلع يجري فبتفهم كده ان هو عاوز يستدرجها. وعلى الجانب التاني اول لما اورفن بيعالج كلو بيسيبهم وبيمشي ليتشيا وقبل ما بيمشي بيقول للماجيك خلي بالك من كلو وما تسيبهاش تطلع من اي مكان. بنرجع لليتشيا مره تانية واللي بتكون بتدور على المقنع لحد ما تلاقيه، بس المشكله ان المقنع مش بيكون لوحده وبتتفاجئ ليتشيا بوجود هايدرانت في نفس المكان. بيقول لها انا ما توقعتش انك تكوني بالغباء ده وتيجي لوحدك وكنت بتمنى لو اورفن كان موجود معاكي علشان اقبض عليه ونعمل اتفاق سوا. بعد كده واحد من المقنعين بيخلع القناع بتاعه وبيكون اسمه سواين واللي بيقول لليتشيا لو قلت لنا اللي احنا عاوزينه منك مش هنأذيكي. فبتقول له ليتشيا وانتوا عايزين مني انتوا كمان. فهايدرانت بيرد عليها بيقول لها اللي انا اقصده هو علم عائله برونينج. ولما بيحس ان ليتشيا مش عارفه حاجه فبيقول لها حتى انت كمان مش عارفه، انا متاكد ان في حد من فصل تشايلد مان عنده المعلومات اللي انا محتاجها. فليتشيا بتقول له عموما ما تفكرش ان انا هتكلم بالسهوله دي، وبتبدا بينهم معركه سحريه جامده وفي الاخر بيمسكها سواين. لما بيجي هايدرانت جاري عليها علشان يضربها بالسيف بتاعه بتجري منه بس للاسف بيكون في صابع من صوابع ايديها اتقطع. ولما بيحاول هايدرانت يمسكها بتحصل المفاجاه وبتظهر ايزلي، والغريب ان هم اول لما بيشوفوا ايزلي بتحط ايديها على وشها بيهربوا من المكان. بتبدا ايزلي تعالج في ليتشيا بس لما بتسمع ايزلي صوت اورفن بتختفي من المكان فورا. لما بيطلع اورفن بيلاقي ليتشيا فاقده الوعي وايديها المصابه بتكون مربوطه وبياخدها بعد كده علشان يرجعوا لبيتها. وبعد ما بتفوق ليتشيا بتشكر اورفن على انقاذه ليها. طبعا اورفن بيستغرب ولسان حاله بيقول هو انا انقذتك فين يا حاجه انت؟ بيقول لها اورفن المهم ان صوابعك اتعمل لها اعاده وصل من جديد. وبيكمل كلامه ويقول ان في شخص هو اللي عملها لك، اقصد انا اللي عملت بعض الاسعافات الاوليه وللاسف لان اعصابك اتقطعت بالكامل ده كان السبب اللي منعنا نعالجك بالسحر، بس ما تقلقيش انا هنتقم منهم حق الانتقام اللي عملوه فيكي. ولما بيجي يمشي ليتشيا بتقول له استنى ما تفكرش في اي حاجه ممكن تخليني اخسرك، ده مجرد صابع انما انت لو حصل لك حاجه انا مش هكون مبسوطه. فاورفن بيقول لها طيب والعمل دلوقتي؟ فليتشيا بتقول له تواصل مع فورتي وبصراحه انا مش عارفه فصل اور بيخطط لايه وكمان هم هدفهم يخطفوني بس هم فشلوا. فورتي هيقدر يساعدك لانه قادر يتواصل مع الشيوخ علشان يطرد هايدرانت وياخد فصل اور العقاب اللي يستحقوه. وانت يا اورفن لو قلقان عليا فبلاش تروح تحارب القتله دول لوحدك او حتى تفكر تسيب البرج علشان ما تسيبنيش في المدينه دي لوحدي. فبيسيبها اورفن بعد كده وبيخرج. لما بيطلع بره بيقابل ايزلي وبتقول له ان اور ومجموعته هيقضوا على كل اعدائهم ومن الاخر كده هم عايزين يسيطروا على البرج. ولازم تبقى عارف اننا مش الهدف اللي هم محتاجينه، بالعكس هدفهم هو نص العلم الخاص بعائله رونينج. وبعد ما النص ده كان موجود في البرج الكنيسه خدته من تاني واديته لاكتر عائله مرموقه بين قاده الكنيسه. العائله دي هي عائله برونينج. وبعد كده انتقل النص التابع لعقائد التنين واخر حد امتلك النص ده كان هو تشايلد مان. واللي مخلي فصيل اور عايز النص ده لان الكتاب بيحتوي على اسرار تخص السحر وبمجرد ما ياخدوه هيبقوا اقوى فصيل في البرج وسيطروا على البرج كله. وده السبب اللي خلى مجموعه اور يهاجموا اتباع عقد التنين وليتشيا علشان يعرفوا مكان النص. ولازم تعرف ان اور هيبدا في تنفيذ خطته الليله وهيبدا بانه يتخلص مننا انا وانت وليتشيا وفورتي. والحاجه الاهم بقى ان النص دلوقتي مع تلميذك ماجيك وتقدر تستعمله لو عايز تعمل اتفاق مع اور. وبتختفي بعد كده ايزلي. لما بيروح اورفن يقابل ماجيك بيلاقيه مع النص فبيقول له جبت الكتاب ده منين؟ فماجيك بيقول له لقيته قبل كده في قصر تشايلد مان. على طول اورفن بياخد ماجيك وكلو مع البرج الانياب علشان يحطوا حد لكل المشاكل اللي تسبب فيها اور وطلابه وفي نفس الوقت يهاجموهم قبل ما يهجموا هم عليه. بيستعمل اورفن قوته السحريه وبيدخلوا جوه البرج لان الحراس بيكونوا واقفين على باب البرج من بره. على طول بيتجه اورفن لغرفه الحراسه وهناك بيتفاجئ لما بيلاقيش حد هناك وبيقعد يفكر يا ترى راحوا فين. فجاه بيظهر هايدرنت من وراه وبيبدا صراع قوي جدا ما بينهم واللي بيخلي هايدرنت متضايق من اورفن قوي كده ان هو السبب في الندبه اللي موجوده في وشه دي. على الجانب التاني بيظهر فينيس ستال لكلو وبيخنقها من رقبتها ولما بيجي يهجم عليها بيعمل صغير التنين اللي معاه تعويذه وبيقطع له ايده. بنروح بعد كده الماجيك واللي بيكون معاه الكتاب وفجاه بيظهر له سواين وبيبدا بينهم قتال شرس جدا. ومع ان ماجيك كان لسه مبتدئ بس بيظهر قوه جامده جدا. بيتحارب مع سواين وبيستعمل ماجيك تعويذه سحريه جامده جدا بس برضه سواين بيكون اجمد منه. ولما بيجي سواين يعمل ضربه قاضيه الماجيك بيظهر فورتي في الوقت المناسب وبيبدا يوجه ضربات متتاليه
سواين لحد ما بيختفي سواين من المكان تماما، بس بيكون خد الكتاب بتاع النص من ماجيك. وبنرجع تاني لأورفن اللي بينجح انه يقضي على هندرنت بشكل نهائي. وفي نفس الوقت ده بتظهر كلو جنبه بعد ما الصغير التنين عمل تعويذة الانتقال من عند فيني. وبعد كده بيروح أورفن المعلم اور بيشوف معاه كتاب النص وبيبدا يقول للأوري يا ترى انت قتلت كام واحد علشان تحقق هدفك وتاخد الكتاب. فاور بيقول له الموضوع يستحق بصراحه، وطبعا انت شفت بنفسك المكانه الكبيره اللي وصل لها تشايلد مان بسبب وجود الكتاب ده معاه. ده غير انه بيحتوي على تعويذات سحريه قويه جدا، ولما بيجي اور يفتح الكتاب بيتصدم من اللي بيشوفه. ده مش بيطلع الكتاب الاصلي، ده بيطلع كتاب مذكرات كلو اللي بيكون نفس بشكل الكتاب الاصلي، وكمان ما فيهوش غير رسومات هبله كده هي اللي كانت رسمها. في اللحظه دي بيتجنن اور وبيامر طلابه ان هم ياخدوا على ايروفن اللي بيبدا يحاربهم لوحده. في الوقت ده بيظهر فورتي وبيامر باحتجاز المعلم اور والطلاب بتوعه بسبب مهاجمتهم لليشيا اللي بحكم ان هي ذات تصنيف عالي من فصل تشايلد مان، وكمان بسبب الجرائم بتاعتهم لما قتلوا اتباع قائد التنين. الاحكام دي بتكون اوامر من القياده العليا، وبيوريهم فورتي التقرير وبيكون عليه توقيع هايدرنت بحكم ان هو واحد من القياده العليا، وفي مقابل انه هيتم اخلاء سبيل هايدرنت تماما. بعد كده فورتي بيقول للاور ايه مش عايز توقف المعركه لحد كده ولا عايز نسحقك مكانك؟ فبيرد عليه اور وبيقول له انت يا فورتي عايز تهاجمني بالمجموعه اللي معاك دي؟ في اللحظه دي بتظهر ايسلي وبتقول له ايه انت مش عامل حسابي ولا ايه؟ وعلى طول بيهجم اورفن على اور وبيقضي عليه. بتكمل ايزلي عليه هو وطلابه وبتعمل تعويذه النسيان علشان تقضي عليه بذكرياتها، وبكده بيكونوا اتخلصوا من اور بشكل نهائي. بعدها ايزلي بتختفي مرة تانية، بس بيكون في دماغها حاجة، هل دي علشان خاطر صحابها ولا عشان المعلم بتاعها تشايلد مان، ولا الحاجة دي متعلقة اصلا بنهاية العالم؟ وعشان كده رحلة اورفن مكملة لحد ما يتم كشف اللغز ده. وبس يا اساطير كده يكون الانمي بتاع النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناة وتصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. يا رب تخش الجنة، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده لايكات كتير، وسلام.